حلقتنا الجديدة من لف وشوف مع منفيس. هناخدك في تجربة سفر أوروبية مختلفة، زيارة لأجمل 5 دول في أوروبا خلال 10 أيام متواصلين. 10 أيام معمولين على مستوى بريميوم، راحة، تنظيم وتنقل سهل علشان تستمتع بكل لحظة من غير ما تشيل هم أي تفصيلة. لو حابب تعرف تفاصيل برنامج الرحلة وإزاي تعيش أوروبا بشكل أنيق ومختلف، كمل الفيديو للنهاية. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. قبل ما نبدأ في برنامج رحلتنا، في نقطة مهمة جداً بتغير شكل الرحلة كله، وهو إن التنقل هيكون على واحدة من أرقى الكروز الأوروبية، كوستا ديليزيوزا، واللي من خلالها هتنتقل بسلاسة بين إيطاليا، سويسرا، اليونان، كرواتيا ومونتينيجرو. وبداية رحلتنا هتكون من ميلانو في استقبالك من المطار، في مدينة أول ما توصل لها هتحس إنك مرتاح وتبدأ تستمتع بتفاصيلها من أول لحظة. بعد كده هتكون جولة مميزة في كومو ولوجانو، واللي بيكون مزيج رائع من بحيرات لجبال، طراز أوروبي راقي في البيوت والتصميمات من النوع اللي يخليك تستمتع بجمال المشهد. وقبل ما نسيب ميلانو هنقف عشان نوثق أحلى اللحظات ونستعد للمحطة اللي بعدها، ميناء مارجيرا، واحدة من أجمل المدن الإيطالية وكمان نقطة الانطلاق على متن الكوستا ديليزيوزا. أول ما تطلع على الكروز هتحس إن كل حاجة معمولة علشان راحتك وبس، كابينة خاصة، أجواء أنيقة، عروض وفعاليات مميزة جداً، وأنشطة تناسب كل الأذواق من غير زحمة ولا دوشة. بعد إبحار هادي ومريح بنوصل لأول محطة وهي مدينة باري، وبنبدأها بجولة لطيفة في الأولد سيتي أو المدينة القديمة بين شوارعها وعلى أنغام الموسيقى الإيطالية. بعدها بنزور كاتدرائية القديس نيكولاس، واحدة من أشهر الكنائس في المدينة واللي بنتعرف من خلالها على تاريخ المكان وأهميته. وبعدها وقت حر للشوبينج بين المحلات وأشهر المولات. أول ما تبدأ تلاحظ طبيعة مختلفة من حواليك، أعرف إنك وصلت كورفو، واحدة من أجمل وأهدى الجزر اليونانية، واللي بتتميز بشواطئها الصافية ونباتاتها اللي بتغطي الجبال كأنك قدام لوحة مرسومة. جولتنا في كورفو بتشمل زيارة للمدينة القديمة، كمان المدينة مسجلة كموقع تراث عالمي في اليونسكو. بنزور بعدها القلعة القديمة، ودي القلعة بيرجع تاريخها للقرن ال16، تجربة كلاسيكية راقية بتدي للرحلة إحساس مختلف تماماً. بنرجع بعدها للكروز عشان نكمل إبحار لحد ما نوصل لمدينة أرجستولي في جزيرة كافالونيا عشان نستمتع بالطبيعة والمشاهد المفتوحة مع جولة لأهم معالم المدينة. ومن هناك بنكمل البحر الأيوني عشان نشوف واحدة من أندر الظواهر الطبيعية، وهي ظاهرة بحر النجوم، في مشهد هادي ومبهر في نفس الوقت. المحطة اللي بعدها هتكون مدينة دوبروفنيك، لؤلؤة البحر الإدرياتيكي. دوبروفنيك مدينة جميلة ومميزة ومشهورة بأسوارها التاريخية، وكمان المدينة القديمة اللي بتحكي تاريخ المكان. بنكمل رحلتنا بعدها بزيارة مدينة كوتور في مونتينيجرو، مدينة ساحلية هادية مطلة على خليج كوتور، بنقدر نستمتع فيها بالجو الهادي وتفاصيل المكان الجميلة. محطتنا اللي بعدها هتكون مدينة زادار، واحدة من أجمل مدن كرواتيا. مدينة زادار مدينة تاريخ وحضارة على ساحل دالماتيا، وزيارتنا للمدينة هتكون جولة سريعة بتجمع بين التاريخ والطبيعة في وقت واحد. وفي نهاية رحلتنا بنرجع لميناء مارجيرا في فينيسيا عشان نسلم الكباين ونتحرك لمطار ميلانو للعودة بسلام. وفي نهاية حلقتنا عايزين نقولك إن الرحلة دي هتكون مناسبة جداً لو كنت بتحب السفر المريح اللي بيقدر الفخامة الهادية وعايز تقضي 10 أيام في أوروبا من غير أي ضغط أو قلق. تجربة كاملة على متن كوستا ديليزيوزا بتزور فيها إيطاليا، سويسرا، اليونان، كرواتيا ومونتينيجرو. فلو حسيت إن الرحلة دي مناسبة ليك، ما تنساش تحجز مكانك بدري. ولو عجبتك حلقة النهاردة، اعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من لف وشوف مع منفيس.